السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب نقضي وقت طيب مع بعض ويكون خفيفة على قلبكم يا رب ان شاء الله. هنبدأ مع بعض نعمل تورتاية بسيطة وسهلة لكل المبتدئين ان شاء الله. بعد الفيديو ده مفيش واحدة مش هتعرف تعمل تورتاية ان شاء الله. هنبدأ مع بعض نجيب صينية نبطنها بمادة دهنية ونجهزها ونحط في قاع الصينية ورق الزبدة، او مفيش ورق زبدة مفيش مشكلة، هنبطنها كلها بالزبدة او بأي مادة دهنية عندنا. وبعدين هنركن الصينية وهنشغل الفرن على درجة حرارة 180 وهنسيبه برضو يسخن لحد ما نخلص الخليط مع بعض. هنجيب بولة فاضية ان شاء الله وتكون ناشفة تماما، ونضيف فيها نص كيلو دقيق اسبونج جاهز، وهنحط فيها 6 بيضات، نكون جاهزين معانا 6 بيضات، ونص كوباية مية، ورشة ملح، ومعلقة خل أبيض، ومعلقة فانيليا سايلة. هنحط طبعا كل المكونات دي على بعضها في البولة مع الدقيق كله مع بعضه، يعني الدقيق ونص كوباية المية ورشة الملح ومعلقة فانيليا ومعلقة خل أبيض، كل الخليط هنحطه مع بعض، كل المكونات مع بعض. وهنضرب بالمضرب الكهرباء من 7 دقايق ل10 دقايق، نضرب الخليط كويس جدا، لان كل ما هنضربه كويس كل ما الكيكه هتطلع معانا هشه وجميله ومستويه. هنضرب الخليط كويس جدا من 7 دقايق ل10 دقايق، وبعدين هنشوفه مع بعض بعد ما ضربناه بالمضرب. شوف سمكه عامل ازاي ان شاء الله. يبقى تمام معاكم يا رب ويظبط باذن الله. هنجيب الصينيه هنفضي فيها الخليط، وهنحط الخليط في الفرن اللي احنا سبق ومشغلينه يسخن، وهنحط الشبكة اللي في النص، مش هنشغل الشواية من فوق، هنحط صينية الكيكة على الشبكة اللي في النص، يعني هنكون ظابطين الشبكة بتاعة الفرن في نص يعني في نص المسافة في الفرن، لا فوق ولا تحت، هتبقى في النص، ونحط عليها الصينية وما نشغلش الشواية، هيبقى الفرن شغال من تحت بس لحد الكيكة ما تستوي معانا، الفرن يكون شغال من تحت بس. وان شاء الله الصينية مش تاخد معانا اكتر من نص ساعة، نص ساعة إلا 5 دقايق، نص ساعة زيادة 5 دقايق، يعني على حسب درجة الحرارة بتاع الفرن. يعني كل درجة، يعني كل فرن بيختلف في درجة الحرارة. في فرن بيبقى سخن جدا، وفي فرن بيبقى يعني شوية، يعني على حسب ايه الحرارة بتاعة الفرن. بس ان شاء الله يعني مش تاخد اكتر من كده، وهتطلع ممتازة معاكم ان شاء الله. هي وشها هيحمر لوحده كمان، انت يعني لما تلاحظي ان الوش ابتدى يحمر هتعرفي انها ابتدت تستوي. وطبعا هتختبريها قبل ما تطلعيها بخله، هتشوفي ان كان في طالعه الخله ناشفه يبقى الكيكه استوت، طالعه فيها اي ماده عجين او حاجه هيبقى لسه عايزه شويه، بس شويه مش كتير، يعني هي مش هتحتاج اكتر من نص ساعه و5 دقايق بالكتير يعني ان شاء الله، وهتطلع معاكم تمام وزي الفل. واول ما نطلعها من الفرن هنحطها على الرخامه، هنروح مغطيينها على طول بفوطه، ونكون مجهزين فوطه جنبنا، نطلع الصينيه ونغطي الصينيه بفوطه ونسيبها مده طويله بحيث انها ترتاح وما تفرولش معانا واحنا شغالين فيها. اهم حاجه تاخد وقتها في الراحه، يعني ممكن تديها ليله كامله، يعني تعمليها بالليل وتسيبيها لحد الصبح تبتدي تشتغلي فيها. لو ما عندكيش وقت ومستعجله وكده، فزي انا كده كنت مستعجله، فطبعا قعدت بتاع 3 4 ساعات بس، يعني هي نزلت شويه فرافيت بسيطه بس، يعني الحمد لله ظبطت واتعملت. بس طبعا لما تقعد، كل ما تقعد مده اطول كل ما تبقى سهله علينا احنا في الشغل. بس وهنجيب طبعا مجهزين المنشار بتاعنا هنقطعها. طبعا دي صينيه مقاس 24، فطبعا هي طلعت معايا 3 طبقات حلوين كويسين جدا. وكنت مجهزه كريم شانتيه، ورحت حاطه وكنت مجهزه الشربات، يعني وهي صينيه الكيكه في الفرن هكون مجهزه الشربات بتاعها اللي هسقي بيه. ممكن بقى تسقي بعصير براحتك على حسب راحتك، عصير هتسقي بلبن، في ناس بتسقي بالشربات الخفيف كده على حسب راحتك. ولو الكيكه طريه ولينه معاكي وحلوه مش محتاجه انها تتسقي ومش هتقعد كتير في التلاجة، مش ضروري نسقيها لو هنديها فاكهه فريش. لو هنحشي الكيكه الحشو هيكون معانا فاكهه فريش، الفاكهه بيبقى فيها سوائل، فمش ضروري ان احنا نسقيها لو ما عندناش يعني اي حاجه جاهزه ان احنا نسقي بيها الكيكه، يعني مش ضروري. بس انا عشان
انا اتعودت ان انا اسقيها، فانا سقيتها، بس انا ما كنتش عايزه اسقيها يعني. انا بعد ما سقيتها ندمت ان انا سقيتها، بس قلت يلا مش مشكله، وعدت وظبطت والحمد لله. بس يعني عشان انا اخدت بالي، فقلت برضو ايه اقول لكم، لما يكون في فاكهه فريش مش ضروري ان احنا نسقي الكيكه لو مش هتقعد كتير في التلاجة. بس وانا كنت مجهزه المانجا مكعبات، بما اننا في موسم المانجا فقلنا نعمل التورتيه بالمانجا. فكنت مجهزه المانجا مكعبات، مقطعاها مكعبات صغيره، ومجهزه كريم شانتيه، ومجهزه الشربات الخفيف. فطلعت الكيكه بعد ما قطعتها ووضبطها، رحت حاطه على البورده كريم شانتيه عشان اثبت التورتيه ما تتحركش معايا وانا شغاله فيها. رحت حاطه الكريم شانتيه معانا. طبعا جهزنا برضو في القمع اللي هو كيس الحلواني عشان يبقى سهل علينا في الشغل. وحطيت الطبقه الاولى وسقيتها، وحطيت الكريم، وبعد كده حطينا المانجا، وبعد كده الطبقه التانية وكده، ولحد ما خلصناها. وبعدين غلفناها بغلاف خفيف كده، بطناها يعني خفيف، وحطيناها في التلاجة عشان تتماسك، يعني تقعد ساعة، ساعة ونص في التلاجة تتماسك معانا. ولو عندنا وقت عادي ممكن نسيبها ساعتين، يعني تطلع معانا نعرف نشتغل فيها. اما تكون ساقعة ومتماسكة يكون الشغل فيها سهل. فبعد كده طلعتها من التلاجة. كنت مجزأة كريم شانتيه كل لون في وعاء لوحده، وكل لون في قمع لوحده عشان اقدر اشتغل بيه بسهل عليا. فكنت مجهزة الالوان والاقماع، وحطيت فيها الكريم، واشتغلت. معلش بقى ما صور عشان كنت مستعجله فما صورتش الشغل بتاع الكيكه، بس اكيد هيبقى فيه فيديو جاي ان شاء الله، وهنشتغل مع بعض في تزيين الكيكه، بس عشان برضو الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. وده الشكل النهائي بتاع التورتايه بعد ما خلصت. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد، ودعواتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم لو في اي تعليقات وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.